القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكورة وجول، القاضية ممكن. جاب لها خاتم ألماظ وحجز لها البحر كله لحسابها، والحكاية دي اتعملت بأكتر من 20,000 جنيه. كان مفهمها إنهم هيتغدوا بره لكنهم اتخطبوا، والجمهور بيقولوا عيشوا عيشة أهلكوا، محدش لاقي ياكل في الزمن ده. البلوجر حبيبة النجار قلبت الدنيا بخبر خطوبتها، والمتابعين بيقولوا لباليبو احتفلت بعيد الحب بحاجات ولا في الأحلام. يا ترى هو مين خطيبها الجديد؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. حبيبة النجار اتفتح لها طاقة القدر في الحب من أوسع أبوابها. كل البنات بتحلم إنه يجيلها بوكيه ورد في عيد الحب، إنما حبيبة مش أي حد، لدرجة إن اللي بيحبها فرش لها بحر اسكندرية ورد على شكل قلوب، وقرر ينسيها كل المآسي اللي عاشتها في قصة الحب الأولانية ويبدأ معاها صفحة من أول وجديد. الحكاية بدأت لما حبيبة بدأت تجهز وقالت للناس إن النهاردة عندها يوم مهم. الكل قال دي خروجة حب وتسبيل، لكن الكل ما كانش متأكد من الحكاية دي، خاصة إنها طلعت وقالت إنها بس هتتغدى بره وتعمل سيشن. ده غير إنها طول الوقت كانت بتنشر فيديوهات على أغاني حزينة، ومن وقت ما فسخت خطوبتها الأولانية وهي مركزة في شغلها مش أكتر، وكل اللي بتعمله إنها رجعت من تاني لفيديوهاتها وهزارها مع صحابها. وده اللي خلى الناس كانت متأكدة إنها لسه سنجل، لحد ما جه يوم عيد الحب وكشفت كل حاجة، ونزلت حبيبة فيديو مفاجأة للكل أعلنت بيه خطوبتها الجديدة، وكان فيديو من اللي بيطلعوا في الأفلام. خطيبها الجديد كان جايب لها بوكيه ورد كبير وغملها عينيها وأخدها على البحر، كان فارش الأرض ورود حمراء، وفي كل مكان كان فيه قلوب وبالونات، غير الهدايا والديكورات اللي متكلفة شيء وشويات. وعلى طريقة الأفلام قعد على ركبته وطلع خاتم ألماظ وخلاها تشيل الغمامة من على عينيها وطلب منها الجواز. الفيديو قلب الدنيا، والكل كان عايز يعرف هو مين ده وبيشتغل ايه علشان يقدر يعمل لها كل الكلام ده، لكن محدش عارف عنه حاجة غير انه اسمه أحمد غريب، وقالوا ان اكيد حبيبة هتكشف كل حاجة مع الأيام. لكن كان في جزء كبير من الجمهور بينتقدها علشان شايف انها مدتش نفسها فرصة تخرج من العلاقة الأولى، وقالوا ان جرحها بيلم بسرعة البرق، وان ده احتمال كبير يكون السبب في فشل العلاقة دي. دلوقتي بقى جه دوركم تقولوا لنا، هل حبيبة اتسرعت في خطوبتها التانية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.